السلام عليكم، معكم لونجلي. اليوم إن شاء الله سوف نقدم present perfect المضارع التام. سوف نتحدث إن شاء الله عن من ماذا يتكون ثم متى نستعمله. Let's go. إذن يتكون present perfect المضارع التام من have or has. I, you, we, you, they have. He, she and it has. I have eaten my lunch. Negative 4 للنفي نقوم بوضع not between بين have or has والفعل في الباست participle. I have not eaten my lunch. أما بالنسبة لطرح السؤال have you eaten your lunch. أما الآن فسوف نرى متى يتم استعمال المضارع التام. First thing, something that happened in the past but we do not know when. بمعنى أنه لا حاجة لنا للتحدث عن الزمن، عن الوقت المحدد. For example, I have seen that film. لقد رأيت هذا الفيلم. متى؟ لا يجب التحدث عن الزمن. بالنسبة للحالة الثانية، حركة أو حدث وقع في الماضي. Started in the past بدأ في الماضي and continues now, which means سائرة المفعول الآن. حدثت في الماضي وبدأت في الماضي وسائرة المفعول الآن. Someone is in a jail. Decision. Why? He had stolen a car. لقد سرق سيارة. النتيجة يعني سائرة مفعول ما هي؟ He is in the prison. بالنسبة للحالة الثالثة وهي something that has just happened. بمعنى أنها طرأت توا، حركة أو فعل وقع توا. I have just watched a movie. لقد رأيت فيلما أو شريطا للتو. In general بصفة عامة present perfect is like past simple. The difference is time. بمعنى أن مضارع التام يمكن أن نقول أنه مثل الماضي البسيط. الفرق هو time الزمن. لا نتحدث عن الزمن في المضارع التام. هناك بعض العبارات التي نستعملها مع present perfect. Just, already, for, since, yet, ever and never. إذن هذا فيما يخص present perfect. نتمنى أنه عجبكم. ما تنسوش تبارطاجيو share and share لأن هذا هو اللي كيزيد يشجعنا باش نزيدو القدام ونديرو مجهودات أكثر just for you. السلام عليكم.